طبعا كل الجزائريين يعلمون جيدا بأنه لا خير سيأتي من الكاف، لأنها هيئة كروية مختطفة يعيث فيها الفساد فسادا، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأمل منها خيرا أو شيئا جميلا يخص الجزائر. هناك رجال في الكاف لا يفوتون أي فرصة من أجل محاولة النيل من الجزائر. أعتقد بأنه وقت التغيير على مستوى الكاف قد حان، لأن الخضوع والخنوع الذي يمارسه أعضاء هؤلاء اللجان كلها للطرف المغربي قد زاد عن حده، حتى في الحديث اليوم تصور أنه سيتم تأجيل كأس إفريقيا 2025 سنأتي إليها بعد قليل، وسنلعب المونديال وكأس إفريقيا في سنة واحدة. سبحان الله، الفيفا قلت كاين جي نورمون لا توتال سي لا فيفا، وتجي تحت الفروع الاتحاديات الخمسة القارية، لكن الكاف فوق الفيفا. ما قاله الإعلام الجزائري بعد موافقة الكاف على طلب المنتخب الغيني لمواجهة المنتخب الجزائري بالمغرب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. لا عجب، لأننا لازلنا في قارة إفريقيا، نتحدث عن قارة إفريقيا. الاستثناءات والعجب العجاب دائما يحدث في القارة الإفريقية. لا نشاهد مثل هذه القضايا في أوروبا ولا في أمريكا اللاتينية. دائما ما نشاهد مثل هذه المسرحيات وهذه التمثيليات في القارة الإفريقية. بيان الكاف اليوم واستكمال أو مشهد ختامي استكمالا للمسرحية. في خصوص البيانات التي إصدرها الكاف، هل في كل مراسلة تم الرد عليها؟ كي ترد في المراسلات حمال ديك عمر تستند على قانون واضح، قال القانون فلان يقول كذا، القانون كذا، وكأننا في غابة. الكاف غابة كبيرة وما فيهاش حراس، بدون أي استناد إلى أي قانون. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف موافقته على طلب الاتحاد الغيني لكرة القدم لاستضافة مباراة منتخبهم الوطني ضد الجزائر في المغرب خلال شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وكان قد قدم الاتحاد الغيني لكرة القدم طلب رسمي للكاف، وأرفق معه اتفاقية التوأم والتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وبناء على هذا الطلب أعطت السلطات المغربية الموافقة على استضافة هذه المواجهة بين كلا المنتخبين، ومن المرجح أن يتم اختيار ملعب مدينة العيون بالصحراء المغربية لاستقبال مباراة المنتخب الغيني ضد الجزائر. وفيما يتعلق بالجانب الجزائري، فقد تمت مراسلة الاتحاد الجزائري لكرة القدم من طرف الكاف لإبلاغهم بموافقة السلطات المغربية على طلب الاتحاد الغيني باللعب في المغرب.